اهلا بيكم معايا في قناة نوجا كروشيه. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كل المبتدئين واللي نفسه يطلع بس مباشر، بس مش عارف يبدأ منين. انا عارفة ان في ناس كتير نفسها تطلع لايف على يوتيوب، بس بيقفوا عند اول خطوة، مش عارفين يبدأوا منين. بيبقوا فاكرين ان الموضوع معقد، مش سهل خالص، محتاج حد عنده خبرة. بس صدقوني هو سهل جدا وخطواته بسيطة جدا. في الفيديو ده النهاردة هنتكلم كأننا قاعدين مع بعض، هنتكلم واحدة واحدة وهوريكم خطوة خطوة ازاي تعملوا أول بث مباشر ليكم على يوتيوب، وازاي تخلوه بسيط وكمان تفعلوا الربح عليه. خلينا نبدأ ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بس من فضلكم اللي لسه اول مره بيشوف القناه بتاعتي ينزل يعمل اشتراك في القناه، يفعل زر الجرس، يدوس على علامه الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديده اول ما بتنزل على القناه اول باول. مستنيه تعليقاتكم الجميله على الفيديو النهارده، وما تنسوش تقولوا لي بتشوفوني من انهي بلد. يلا نبتدي. اول حاجه عشان نطلع بس لازم يكون القناه بتاعتنا مربوطه برقم تليفون، متوثقه يعني. تمام. ولازم يكون اللي بيطلع 16 سنه فيما فوق. اول حاجه معانا الموبايل اهو. هنيجي هنا اول حاجة على، انا بشرح لكم بالموبايل بتاعي النهاردة ومش بحط لكم صورة موبايل على الجهاز عشان تشوفوا الخطوات قدام عينيكم، تمام، وتبقى قريبة من نظركم. اول حاجة هندوس على علامة اليوتيوب. تمام اهو زي ما احنا شايفين. هنيجي هنا عند علامة هنيجي هنا عند علامة الزائد اللي تحت دي، وهنضغط عليها. زي ما احنا شايفين كده دي الكاميرا الأمامية. أنا هقلب كده. تمام. هنعمل ايه؟ زي ما احنا شايفين كده عندنا في فيديو، في شورتس، في بث مباشر، وفي مشاركة. أول حاجة هنضغط على بث مباشر اهو. نقلب الكاميرا. لو انتي هتصوري فيديو بوشك عادي فهتخلي الكاميرا كده الأمامية، إنما أنا عشان بصور شغل مشغولات يدوية وكده فالكاميرا بتبقى من تحت، فبقلب اتجاه الكاميرا. تمام. أول حاجة لازم نظبطها، شايفين كلمة الاتجاه دي اهي؟ الاتجاه المفروض نظبطها عمودي كده، يعني الموبايل واقف مش كده. تمام. عشان دي بعد كده بتساعد اليوتيوب ان ياخد لقطات منه يعملها شورتس. تمام. فهنخلي الاتجاه اهو عمودي زي ما هو كده. تمام. بعد كده هنيجي هنا كاتبين اهو بدأت قناة نوجا كروشيه بس مباشر علني. تمام. هنضغط جنب علامة القلم اللي جنبها اهو. اول حاجة لو انتوا عايزين تغيروا الصورة بتغيروها من هنا لأي صورة انتوا حابينها. تاني حاجة العنوان. وطبعا العنوان بنمسح العنوان ده كده اهو، بنضغط كده بنمسح العنوان كله، وبنجيب عنوان للبث ده، سواء عنوان مثير ان الناس كلها تدخل اللايف تشوف احنا بنتكلم عن ايه، او عنوان تحفيزي، او عنوان بيتكلم فعلا عن الحاجة اللي احنا هنشتغلها في اللايف. تمام. وبرضه نقول لهم لو عايزين اي اسئله او اي مقترحات اسالوهاني وانا هجاوب في اللايف عشان تشجعي الناس تدخل. تمام. خلصنا العنوان. بعد كده مستوى العرض هنظبطه علني، هنظبط مستوى العرض علني. تمام. بعد كده هنرجع اهو. او تاني حاجه الجمهور اهو. الجمهور طبعا هندوس على لا، الفيديو ليس مخصص للأطفال، لأن احنا مش عاملينه للأطفال. احنا هندوس هنا لا، الفيديو ليس مخصص للأطفال. هنرجع. بعد كده الوصف. لو انت دي دعوة ضيوف اهو، لو انت مش هتقدري تطلعي اول مرة لوحدك، او مش هتلاقي حاجة تتكلمي فيها، او مش عارفة تعملي موضوع ازاي، بتدخلي معاكي ناس تانية وبتبدأوا بتتكلموا مع بعض، وبالتالي بتلاقي موضوع بتتكلمي فيه. تمام. لكن احنا في حالتنا مش هنفعلها. بعد كده الوصف بتدخلي برضو عليه وبتمسحي الوصف ده. لو انت عايزه تمسحيه ده وصف القناه نفسها. لو عايزه تمسحيه وتكتبي وصف لموضوع الفيديو نفسه اكتبيه هنا في خانه الوصف.
تمام. بعد كده الموقع الجغرافي، وده مش مشكلة، ما بنعدلش فيه حاجة. بعد كده التسجيل الرقمي للشاشة. التسجيل الرقمي للشاشة دي لو انت هتسجلي لعبة او الشاشة بيسجلك صورة من الشاشة نفسها، انما في حالتنا دي مش بنحتاجها وبرضو مش هنفعلها. تحديد موعد لاحق للبث، دي لو انت عايزة تعملي البث كمان كام ساعة، فبتكتبي الموعد بحيث يظهر للناس ان قناة نوجا كروشيه مثلا هتعمل بث كمان ساعتين او الساعة الفلانية. انما انت لو مش محتاجة تفعلي الخيار ده خلاص ما تفعليهوش، وعادي سيبيه في وقته. بعد كده اهم اختيار، احنا طبعا بنطلع لايف ليه؟ بنطلع لايف اولا عشان نكسب مشتركين جداد او متابعين جداد، وكمان نتواصل مع المتابعين بتوعنا لو في اي استفسارات. دي بتبقى حاجة على الطبيعة، مش ورا شاشة مسجلة. يعني لو اي حد عايز يوصل لاي معلومة ممكن يدخل يسألك في اللايف اي حاجة والاجابة هتبقى في وقتها. تمام. الحاجة التانية اللي احنا محتاجينها او بنطلع لايف عشانها هي الربح. دلوقتي لو انت ما فعلتيش الخيار اللي هقولك عليه، طبعا الربح مقفول اصلا تلقائي، فمش هيجي ربح على الفيديو بتاعك ده او البث بتاعك ده. فهنضغط على الاعدادات المتقدمة. تمام. اول خيار السماح بالمحادثة، هتفعليه لو انت محتاجة اللي هيدخل قدامك يتكلم ويسيب لك رسائل وترد عليها، فانت هتفعلي الخيار الاولاني ده اللي هو السماح بالمحادثة. الخيار التاني السماح بالتفاعلات. التفاعلات اللي هي قلوب، حد بيبعت لك حاجة، برضو هنفعلها عشان يبقى فيه تواصل اكتر. تمام. بعد كده ده الخيار ده ملناش دعوه بيه، هو بيبقى متفعل اهو لوحده. لما بيكون عندك ربح بيفعلهولك. الاختيار ده اللي هو لو في اعلان، ده بالنسبة لو انا هطلع اتكلم على منتج معين، مثلا في شركة او براند او حد باعت لي حاجة وانا هطلع اتكلم عن الحاجة دي، فانا ببلغ اليوتيوب ان انا هطلع هتكلم عن المنتج ده، فده اعلان للمنتج ده في البث بتاعي، فبنفعله لو احنا هنطلع نعمل كده. انما احنا كقنوات مش بنعمل كده فمش هنفعله. تمام. بعد كده ده اهم تفعيل في البث المباشر عشان يجيلنا ربح، لان كلنا بندور على الربح، محدش بيدور على مشتركين بس او متابعين بس، كمان مجهودنا احنا محتاجين يجيلنا عليه ربح من البث المباشر. فهنفعل تفعيل خيار تحقيق الربح. لو ما فعلناش الخيار ده طبعا هو تلقائي مقفول. كده خلصنا الاعدادات بتاعتنا كلها. هنعمل ايه؟ هنرجع بالسهم. تمام كده خلاص. هنشوف كل الحاجات الاعدادات كلها احنا خلاص شيكنا عليها وشفنا ان احنا خلاص مستعدين عشان نطلع البث المباشر. فهنعمل ايه؟ هندوس على كلمة اهي، يا رب تكون واضحة عندكم اهي، بث محتوى مباشر. هضغط عليها اهو. تمام. وهنبدأ بث مباشر على طول. كده دي أهم الحاجات اللي أنا المفروض أي حد فينا يكون عارفها. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. زي ما شفتوا الموضوع مش صعب خالص، مجرد كام خطوة بسيطة وتقدري تبدأي بث وتفعلي ربح على البث ده. البث المباشر بيخلي الناس تحس بيكي اكتر، وبيخلي التواصل مباشر وسريع بينك وبين المتابعين بتوعك، وده بيفرق جدا في نجاح القناة. لو لسه ما جربتيش تطلعي لايف، دي فرصتك بقى تبدأي وتطبقي الخطوات اللي قلنا عليها النهاردة في الفيديو. وخليكي فاكرة ان اول مرة هيبقى فيها توتر بسيط، بس مع التكرار خلاص هتبقى الموضوع بسيط وسهل جدا. ما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات لو عندك اي سؤال عن بث مباشر او اي حاجة عن الخرز. لو استفدتوا من الفيديو النهاردة ما تنسيش تعملي لايك. واللي بيشوفوني لأول مرة ما ينس... اللي بيشوفوني لأول مرة على القناة، انزلي اعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس، دوسي على علامة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة
أول ما بتنزل على القناة أول بأول. مستنية تعليقاتكم الجميلة على الفيديو لأنها بتبسطني جدا، وما تنسوش تقولولي بتشوفوني من أنهي بلد. باي باي.